السلام عليكم. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم وصلى الله عليه وسلم. محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. إخوتي في الله، أخواتي من تونس ولاية بنزرت، نحييكم إلى كل شعوب العالم، وخاصة مربين الطيور أنثى وذكر لا فرق بينهم. سنتحدث عن البيض دون قشرة، وهذا أمر يقع فيه جل المربين. الكثير يقول أنه من نقص الكالسيوم، وهذا خطأ خطأ خطأ. نسبة نقص الكالسيوم 2% من هذه المشكلة، لكن هو التهاب المبيض. كما نقول تشعر الطير بارتفاع حرارته، مثل البشر ضربته سخانة مثلا ترتفع حرارته، مثلها بالضبط. ويجبر الأنثى وضع البيضة قبل وقتها، لذلك لا تفعل القشرة. فعلينا إخوتي نتابع آخر الفيديو، سترون نوعين من الدواء هم فعالة جدا جدا لهذه المشكلة. إن وضعت لك الأنثى بيض بدون قشرة، فعليك مباشر تقديم مخفض حراري بشري، أو مثل النوعين الذي سترونهم في آخر الفيديو في الصورة. هنا الأنثى تبيض قبل وقتها كما قلت، لذلك لا تفعل القشرة. وسبب بيضها قبل وقتها هو الحرارة المرتفعة في المبيض. كما نقول تحلس البيضة، ترميها قبل وقتها. يجب عند ما نرى أي أنثى نافشة ريشها نقدم مخفض حراري قبل وضع البيض. كانت مريضة أو أي، نعرف كل الإناث تنفش ريشها، لكن ليس بنفس الريش الكثيف. تنفش ريشها قليل قبل بيض بيوم أو يومين، لكن ليس نراها وضع رأسها في جناحيها، يعني حالة حرجة. نقدم لها مخفض حراري يساعد كذلك على انحباس البيض أو انحسار البيض عند الأنثى. وكذلك فما مشكل آخر، هو تزويج إناث الكناري في شهر هذا الخريف أو الشهر المقبل. تجد الأنثى كما نقول ليس سمينة، ضعيفة، عند تزاوجها يصيبها انحباس البيض أو رمي البيض دون قشور. هذا مشكل كذلك يقع فيه جل المربي، يجب تفاديه كما قلت لكم. عند رأينا أنثى نفس ريشها كثير، مباشر نضع لها مخفض حراري، إما أسبيجيك أو فيرالجون أو متاع الدجاج البيطري، أي نوع مخفض حراري المفهم، أو دوليبرا أو فيرفكس، أي مخفض حراري سيعيدها كما كانت بإذن الله. طبعا أقولها وأعيدها، يموت المعلم وهو يتعلم. كل هذه من تجاربنا والحمد لله. نحن لا ننقل ولا نأخذ من الناس، الحمد لله تعلمنا من تجارب كثيرة من الصغر، كذلك أخذنا من كبار المربين. لا يفتخر واحد، كل واحد يتعلم من الآخر، وهكذا تستمر الدنيا. يعني لا أقول أنا معلم وفلان مبتدئ، لا، كلنا مبتدئين، كل يوم نتعلم شيء جديد، والحمد لله على نعمة الإسلام. نحن هنا للنصيحة، وإن شاء الله تابعوا آخر الفيديو، سترون كيف هي البيض بدون قشور، وما هي الأدوية التي ستوضع في آخر الفيديو بإذن الله. دمتم في رعاية الله،
وإلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.